هني قاعدة نسوي كيكة البسبوسة. حطينا 4 بيضات ورشة فانيلا وكوب سكر وخلطتهم مع بعض. الحين راح احط ملعقة خل، ملعقة خل واخلطه. اوكي، الحين نحط رشة هيل. انا احب ريحة الهيل بالبسبوسة، تعطي طعم حلو وريحة حلوة بعد وايد. رشة هيل، هذا الهيل انا طاحنته مع كل اشياءه، يعطي طعم وريحة وفرش. نبدأ نضيف الزيت بالتدريج. نحط شوية زعفران. حطينا شوية زعفران وحطينا شوية زيت، والحين نرجع نضيف شوية زيت. هو لازم يكون عندي كوب زيت ونخلط. طبعا انا استخدم روب ملكي KDD، هذا بالنسبة لي افضل انواع الروب اللي استخدمه. ونخلطها. احط تقريبا كوب واحد، يعتبر نص الطاسة الواحدة، تعتبر نص كوب. ونشغل. هذه اللي قاعد اسويها كيكة بسبوسة مو بسبوسة. فراح اضيف كوب واحد سميد خشن ونخلطها، وكوبين طحين. راح اكتب لكم المكونات كاملة تحت البوست. الحين حطيت كوبين الطحين، وانا احب طبعا احط مبروش الليمون. راح اضيفه عليه واقلب الطحين شوي شوي باليدوي مو بالماكينة. نخلط باتجاه واحد حتى يتجانس كل المكونات عندي، وبعدين اضيف له رشة جوز الهند او مبروش جوز الهند. اشوف القوام ثقيل تقريبا، شايفين؟ شوفوا القوام عندي كذي. الحين راح اضيف تقريبا نفس كمية طاسة الرز، نص كوب جوز الهند. في ناس ما تحبه تقدر تستغني عنه عادي، بس انا احب طعمه بالكيك، يعطي ريحة حلوة. اوكي كذي نخلطه الكمية كلها.
تتجانس مع بعض. بعدين يصير عندي الخليط بهذا الشكل. شايفين شلون القوام ماله كذي. وندخلها الفرن على 180 درجة لمدة 35. نشغل الفرن من تحت بس، الخانة اللي تحت، ونشوف شلون راح تطلع معانا. وبعدين طبعا بهالأثناء لما احنا ندخلها الفرن نسوي شيرة الحلويات عشان بس تطلع نشربها بالشيرة. الحين بأثناء ما قاعد تطبخ كيكة البسبوسة نضيف كوبين ماء مغلي و4 أكواب سكر. اوكي، نقلبهم ونحط عليهم ما شاء الله ريحة تهبل لأنه حطيت الهيل. والحين نحط عليه الهيل. شوفون الريحة يمين. حطيت أنا ملعقتين صغيرة هيل. احنا نحب الهيل، الهيل يعطي ريحة وطعم وشي كله. نخلطه لين ما يذوب كل هذا. ونضيف زعفران. طبعا انا بعد احب الزعفران، كل واحد اللي يحب. في ناس يقدرون يسوونها بيضة كذي بدون هذا، بس انا لا، لازم زعفران، واحط وايد زعفران يعني كثر ما اقدر اضيف. احب اللون والريحة والطعم وكل شيء. نخلطها كذي لين ما تعقد عندنا. نضيف عليها ملعقتين ليمون. طبعا انا حطيت 4 أكواب سكر، كوبين ماي، وملعقتين صغيرة هيل، ورشتين زعفران. شوفوا على نار متوسطة لين ما يذوب كل السكر. يذوب كل السكر. بالنسبة للطباخ الكهربائي انا حطيتها على 6.5، والكهرباء والطباخ الغاز كيفكم بعد على نار متوسطة. طالعوا الحين عندي هني ذاب كل السكر. شوفوا لما يذوب كل السكر احطه 5 دقايق لين ما يغلي. 5 دقايق يعني الافضل واحد ينتبه على الوقت عشان ما يحترق معاي ولا يصير لونه غامق. اوكي، 5 دقايق تحريك خفيف يغلي كذي. وبعدين اول ما يبدا يفور اشوف اذا صار معاي القوام حسب ما تبونه، ثقيل خفيف عاد كيفكم. بس انا احب يكون متوسط، لا حيل ثقيل يابس ولا خفيف، عشان اقدر استخدمه حق الحلويات اللي تتقلى وحق في نفس الوقت الكيك وغيره وباقي الاشياء البسبوسه. لانه اذا كان ثقيل حلو حق الحلويات اللي تتقلى، يخليهم كريسبي يعني مقرمشين. واذا كان خفيف لا طبعا ما حتكون حق الحلويات اللي تتقلى، راح يستخدم اكثر شيء حق البسبوسه، حق الكيك، حق هالاشياء يعني اللينه. ترى ما يطول معانا، اقل من 10 دقايق يكون جاهز. والحين كذي غليت اضيف ملعقة. انا حطيت تقريبا ملعقتين. طبعا انا هذا راح اخشه عندي، اخليه يبرد واحطه بعلبه واحطه بالثلاجه. لك اي استخدام ابي استخدم حق حلويات يكون جاهز عندي. الحين ننطر 3 دقايق ونسكر عليه. خلاص 3
دقائق ونسكر نخليه يبرد، بعدين نبدأ عاد نسوي كلها. لما طلعت من الفرن ساعة 25 دقيقة بس حطيتها. اوكي انا مسوية اثنين، واحدة ما راح احط عليها سكر، خليها نفس ما هي حق اللي يحبون كذي، وواحدة راح احط عليها سكر. هي وحارة كذي رشيتها، الحين اقصقصها. الحين هذه الشيرة اللي سويناها اهو نحطها بعد ما بردت طبعا. نشرب الحاجية فيها. طبعا انا عادة استخدم سويتنر بدال السكر، بس الحين شهر رمضان الكل يحب حلو حالي فاحط لهم كذي، بس انا ما اقدر اكله عشان حالي وايد. شوفوا هذا شكلها بعد ما زينتها، شكلها بالطبيعة وايد احلى، بس بالفيديو ما تطلع دايما. عدل والريحة ما شاء الله ريحتها تيمم.